السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قناة سينتاكس. النهارده هتكلم معاك ازاي قدرت اتعلم برمجة في 3 شهور. انا اقول لك ان الهدف من التجربه دي ان انا افيدك لو حابب ان انت تتعلم بشكل ذاتي، او حابب ان انت تتعلم اي مهاره او هوايه، او حابب ان انت تتعلم اي حاجه عامه. فكره ان انت تتعلم برمجه اللي هي من اصعب المجالات في العالم في 3 شهور مش حاجه سهله خالص. بس خليني اقول لك ملحوظه صغيره علشان ما تعتقدش ان الشخص اللي قدامك جينيوس ولا عبقري. البرمجه من الحاجات اللي انت بتفضل تتعلمها طول حياتك حرفيا، يعني بتتعلم لوقت طويل قوي، لان هو مجال مفتوح وبيتم تطويره من عشرات السنين بشكل قوي جدا. الناس فعلا عباقره وبيتم ضغط المليارات فيه عشان يقدر يوصل للنقطه الممتازه اللي هو قدر ان هو يوصل لها، ويقدر يوصل للتطور اللي حصل فيه. نقطه كمان ان ما اتعلمتش برمجه بمفهوم ان انا اتعلمت وعرفت كل حاجه، لكن على الاقل قدرت ان انا الاقي اول شغل بعد 3 شهور. هي كانت شغلانه صغيره بس كان بالنسبه لي حافز كويس وحاجه كويسه ان انا اكمل، لان فكره ان انت تلاقي نتيجه اللي انت بتعمله لعمليه التعلم اللي انت بتعملها، فده معناه ان انت ماشي صح، وده بيكون حافز ليك اكتر ان انت تستمر في الطريق اللي انت ماشي فيه. فانا هقول لك على 3 حاجات هيساعدوك لو انت حابب ان انت تتعلم بشكل ذاتي، او هيساعدوك عامه في ان انت تتعلم اي حاجه حابب ان انت تتعلمها. اول حاجه دايما برجعها مع نفسي قبل ما ابدا ان انا اتعلم اي حاجه، ودي عايزك انت كمان تراجعها مع نفسك، هي فكره الدافع. انا ليه بتعلم الحاجه دي وهستفاد منها ايه وعايز من وراها ايه؟ الدافع بالنسبه لي لان كان عليا ضغط مادي كبير بسبب ان انا بحب اخوض تجارب ماديه، وبسبب ان كنت بحب ان انا اعمل تجاره الكترونيه وان انا اشتري حاجات اونلاين وابيعها واتاجر فيها. فكنت بحقق مكاسب، وبسبب قله الخبره كنت بحقق خسائر، وكان اخرهم خساره كبيره خلتني خسرت مبلغ كبير قوي. الدافع الثاني لما دخلت الكليه حسيت اني ما اتعلمتش حاجه قويه قوي، وحسيت ان عمري في التعليم ما قدرتش ان انا احقق الاستفاده الموازيه للعمر الكبير قوي اللي قعدت فيه في التعليم ده. فكان عندي شغف وطاقه ان انا اتعلم حاجه ثانيه، خصوصا مع كميه الكورسات اللي بيتم طرحها اونلاين وكميه العلوم اللي موجوده حرفيا على الكمبيوتر. فانت تقدر ان انت تتعلم حاجات كتيره قوي، وتقدر ان انت تفهم حاجات كتيره في العالم ما كانتش متوفره لك قبل كده. فده كان حافز ليا ان انا اجرب ان انا اتعلم اونلاين. يبقى النقطه الاولى هي الدافع. بالنسبه لي كانوا حاجتين: الدافع المادي ودافع نفسي او معنوي ان انا عايز اتعلم اكتر. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا 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 في اي حاجه حابب ان انت تتعلمها، هي تحديد الهدف بدقه. لما قررت ان انا اتعلم برمجه كان عندي مشكله كبيره قوي: كميه مصادر مهوله، يوديمي، كورسيرا، الزيرو ويب سكول، مصادر كتير عربيه، مصادر كتير اجنبيه. فلو ما عرفتش انا رايح فين بالظبط هاجي في النص واقف واقول انا رايح فين او انا هكمل ازاي. ودي بشوفها في ناس كتيره قوي، تلاقيه يتعلم جرافيك ديزاين شويه، فيديو ايديتنج شويه، ويب ديزاين شويه، ويب ديفلوبمنت شويه، وبعد كده بيجي في النص محتار يكمل ازاي، مش عارف يمشي ازاي. فبالنسبه له هنا بيقع في مرحله بيبدا ان هو يتوه فيها. بالنسبه لي كنت عايز اتجنب الحته دي، عملت خطه واضحه قوي بالنسبه لي هذاكر ايه وازاي وفي مده قد ايه. ودي حاجه من الحاجات الجميله قوي اللي بيسموها سمارت جولز، فكره ان انت تعمل هدف واضح قابل للتحقيق محدد بوقت وقابل للقياس، ان انت تقدر ان انت تقيسه كل فتره. فلما تيجي تعمل اي هدف حط تحت الاربع قواعد دول، لو لقيت ان هم انطبقوا عليه فكمل وانت مرتاح. الفتره دي جمعت كل المصادر اللي هبدا ان انا اذاكر منها، وبقيت عارف انا هذاكر ايه بالظبط ومنين وايه الهدف بتاعي. كان الهدف بتاعي في الاول ان انا اكون فرونت اند ديفلوبر، فعرفت التقنيات اللي لازم اتعلمها بالظبط علشان ابدا ان انا اشتغل في المجال ده. وبعد كده رحت اتعلمت باك اند ديفلوبر ده بعد فتره، ودي قصه ثانيه. الحاجه رقم 3 هي الاستمراريه. رغم الضغوط النفسيه اللي كنت بتعرض ليها ورغم الوضع المادي السيء اللي انا كنت فيه، فانا ما خدتش ده حافز ان انا اكون محبط او ان انا اكون انسان سلبي. بالعكس، خليت الحاجات دي حافز بالنسبه لي وقوه علشان استخدمها في ان انا اقوم بالمهام المطلوبه مني، وان انا اتعلم حاجه فعلا تخليني اتخلص من قيد الديون اللي كان عليا. خليني اقول لك بس ملحوظه صغيره قوي: رغم التعب النفسي اللي انا كنت فيه في الفتره دي والضغوط الماديه، ورغم التعب الجسدي لان كنت شغال شغلانه ثانيه، بس انا لقيت متعه كبيره قوي في ان انت تقوم بالمهام اللي عليك او في ان انت تتعلم حاجه. فكره ان الانسان يحس بالانجاز ويحس بشعور ان هو بيعمل حاجه مفيده في حياته من اقوى الحاجات اللي حرفيا ممكن تديك انطباع نفسي جامد جدا. فكره ان انت ما بتقومش بالواجبات اللي عليك، وان انت بتنام طول اليوم، وان انت طول اليوم قاعد على السوشيال ميديا، حاجات احنا جربناها وعارفين تاثيرها بشكل كويس قوي، وعارفين خطرها وضررها على الحاله النفسيه، وعارفين هي بتسبب لك ايه مجرد ان انت قاعد بتتفرج بدون اي هدف. لكن فكره ان انت تقوم بالواجبات اللي عليك ايا كانت، عارفين اثرها الايجابي على الصحه النفسيه، وعارفين اثرها الايجابي على الثقه بالنفس، وان هي تعزز ثقتك بنفسك. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بحبها قوي في البرمجه او في اي حاجه انت بتتعلمها بشكل ذاتي، ان انت بتلاقي نتائج سريعه، كل شويه بتلاقي نتائج وبتلاقي ان انت بتتطور. كان عندي فولدر شايل فيه المواقع القديمه قوي اللي انا عاملها، وكنت بقارنها طول الوقت بكل موقع انا كنت بعمله، فكنت بشوف فرق كبير قوي ما بين كل موقع وموقع. اول شغلانه اشتغلتها كانت بمرتب قليل قوي، لكن بالنسبه لي كانت علامه ودليل ان انا ماشي صح، وان انا لو كملت هقدر ان انا اوصل لمرتب احسن. ملخص للفيديو: 3 حاجات لو عملتهم هتقدر ان انت تتعلم بشكل ذاتي او ان انت تتعلم اي حاجه عامه. اول حاجه دور ورا الدافع بتاعك. تاني حاجه حط خطه علشان تمشي عليها، ولازم تكون خطه منظمه بشكل كويس قوي. تالت حاجه هي الاستمراريه، وان انت تذاكر الموضوع ده لوقت متوسط او طويل علشان تقدر ان انت تحقق منه نتائج كويسه. ده كان فيديو النهارده من قناه سينتاكس، ان شاء الله تكون استفدت بيه بشكل او باخر. سيب لي الكومنت بتاعك وقول رايك في الفيديو، يهمني قوي ان انا اعرف رايك. ولو انت جديد اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.